السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. لو اول مرة تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. كل سنة وانتوا طيبين، يعودوا عليكم يا رب الايام بخير. الاولاد طلبوا فراخ مشوية من بره. طب وانا النهاردة قررت ان انا اعملها لهم في البيت مش هشتريها من بره. يلا بينا نشوفوا مقاديرنا عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هيكون عندي بصلتين كده بشرهم ناعم او على الكبة. طماطمية كده كبيرة بشرتها برضو. حطيت ملح وفلفل. توابل الفراخ الاكياس اللي احنا بنجيبوها دي، عايزه اقول لكم هي دي السر بتاع الفراخ. بتخلي عندك الفراخ في حته تانية خالص. حطيت كزبره ناشفه وتوابل السبعه. حطيت كمان روزماري بيدي طعم الفراخ في حته تانية خالص. وحطيت بابريكا مدخنه. فايده المدخنه دي بتدي ريحه المشويات بالظبط. تحلفي ان انت عاملاها على الفحم. طبعا هنا بقى بجيب الفرخه بتاعتي بعد ما نقعتها كويس جدا وبعد كده شطفتها. نقعتها هنا عندي بملح وليمون. وحطيت طماطمايه وورق من الورق الروري. بيطير ايه الزفاره بتاعه الطيور. جبت بقى من التتبيله اللي احنا عملناها بصل والطماطم والتوابل اللي احنا حطيناها كل حاجه منها نص معلقه. تبلتهم كويس جدا وسبتهم ليله كامله. تشرب كده من التتبيله هتاكلي احلى فراخ. طبعا هنا بقى سبت بقى شويه التتبيله اللي احنا تبلناهم وبعد كده قطعت بصل وطماطم مكعبات مكعبات، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي، وسط. وهنا حشيت بقى الفراخ. عايزه اقول لكم الحشوه دي هتتاكل قبل الفراخ نفسها. بجد طعمها خطير جدا ومع التوابل الخطيره دي. جبت بقى هنا ورق سلوفان. وببدا هنا لفيت كده كتفتها كده اهو. احسن ما بكتفها على الناحيه التانية رحت مكتفيها بتدي شكل لطيف وفي نفس الوقت تبقاش مفتوحه معايا. خلاص كده جبت بقى بقيه الخضار اللي هو التتبيله. انا ما حطيتش خضار خالص، هو عباره عن طماطم وبصل بس والتوابل. البصل الاول كنت بشراه هما والطماطم. وحطينا بعد كده قطعنا بصل ومكعبات. وكمان حطينا عندي زيت في التتبيله نفسها. التتبيله يا جماعه هقولها تاني. عبارة عن بصل مبشور وطماطم مبشورة، ملح وفلفل، كزبرة ناشفة، توابل الفراخ وبهارات السبعة، بابريكا مدخنة وروزماري. بس كده وحطينا حبة زيت. قلبي بقى الخلطة الجميلة دي وبعد كده هنجيبه بقى. عبارة عن بصل وطماطم و نقطعهم مكعبات وتروحي حاشيه الفراخ. هتاخد معاكي قد ايه في الفرن؟ هتاخد معاكي ساعه الا ربع او ساعه. انا عشان الفراخ عندي صغيره ما كملتش معايا. طبعا هنا بعد ما خلاص كده طلعت معايا بالجمال ده كله كنت مولعه حته فحميه كده. ورحت حاطه لها بقى من الماده الدهنيه اللي هي نازله من الفراخ. خلاص كده عايزه اقول لكم كانت وجبه حلوه قوي قوي. وعملت لهم كمان مكرونه بشاميل في الطواجن، رز بسمتي بالخضار وشويه سلطه وطحينه. عايزه اقول لكم لو جبنا الاكله دي من بره والله العظيم هتخش لها اقل حاجه 1000 جنيه. ده انا بكلمكم على السعر اللي هو ايه، اقل حاجه. بصوا الفراخ دايبه ازاي ولحمها كده جميل وحاجه كده اللهم بارك. كنا صايمين. ولو عجبتكم بقى وصفتي النهارده ما تنسوناش بالله عليكم بلايك من ايديكم الحلوه واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. وعايزاكم بالله عليكم تسمعوا الفيديو عشان القناه واقعه عندي. عايزاكم بقى تشجعوني كده بالكومنتات الجميله وكلامكم اللي بيسعدني. واسيبكم بقى في رعايه الله والسلام عليكم.